ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى روتيني مختلف شويه. فطرنا قرص فلاحي. قمت عملتها كده بكل سهوله. بصوا هشه ازاي، عامله زي السفنجه، جميله قوي، طعمها حلو. شربناها مع الشاي بلبن. مكوناتها: جبت 4 كوبايات من الدقيق، يعني نص كيلو دقيق، ونخلتهم كويس قوي. نخلتهم كويس قوي بالشكل ده. طبعا مقادير القرص: 4 كوبايات دقيق، نص كوباية من السمنة، نص كوباية لبن عادي بارد، ونص كوباية لبن دافي، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة خميرة فورية، رشة من الملح. وحطيت بقى اللبن الدافي على الخميرة والسكر والملح علشان اشوف الخميرة هتتفاعل معايا ولا لا. هنزل بقى بنص كوباية السمنة ونص كوباية اللبن على الدقيق بالشكل ده، وابتدي بقى ان انا اقلب كده المكونات دي كده مع بعضها عقبال ما الخميرة تتفاعل. قلبت بقى كده عشان ادخل السمنة في الدقيق. ابتدي بقى ان انا الم كده العجينة، طبعا على حسب نوع الدقيق. لقيت الدقيق امتص السوائل هتحطيله شوية لبن، لقيتيه السوائل كتيرة او زيادة هتزودي شوية دقيق على حسب نوع اللبن، نوع الدقيق اللي انت جايباه. انا جايبه دقيق سايب المره دي، فامتص السوائل، ما امتصش السوائل قوي، فرحت حاطه بقى شويه دقيق كده عشان الم بيهم العجينه. لكن دقيق الاكياس معايا محتاجش ان انا ازوده دقيق، كانت المقادير مظبوطه بالظبط. قعدت بقى اعجن ولدت كده في العجينه شويه علشان القرص تبقى هشه وطريه زي ما انتوا شفتوها كده. قعدت المها بالشكل ده، وسبتها بقى تخمر. غطيتها بكيس وسبتها تخمر بقى نص ساعة. هي القرص عاملة ايه زي الفطير كده، بتحب ان هي ترتاح شوية. هبتدي بقى ان انا اشكلها كده كور واسيبها برضو ترتاح نص ساعة. بعد ما ارتاحت معايا بقت بالشكل ده تضاعف حجمها، همسح بقى الصواني الألمونيا بالسمنة، وهبتدي ان انا اضغط على كل كورة بالراحة كده، وادهن وش القرص سمنة، ومسخنة الفرن على 180. واول ما يبقى لونها ذهبي من تحت بقوم مولعه الشوايه عليها. طبعا السمنه بتطلعها طريه معاكي وما بتنشفهاش. فقمت بقى عملت الغدا، عملت احلى كريب بالبانيه. جبت 6 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم 5 بيضات، وحطيت 5 كوبايات من اللبن. ولو لقيتي الدقيق احتاج معاكي السوائل ممكن تزودي لبن او ميه. لو لقيتي العجينه سايله معاكي هتزودي دقيق. على حسب نوع الدقيق اللي انت شغاله بيه. حطيت 4 معالق سكر صغيرين، رشه ملح، رشه فلفل اسود، وحطيت شويه من الخل، وحطيت شويه زيت بما يعادل يعني 4 معالق كبار زيت او 5. وهضرب بقى المكونات دي كلها بالمضرب. وبعد ما اضربهم بالمضرب هبتدي ان انا اصفيهم عشان اتاكد ان مفيش اي تكتلات او اي دقيق.
بصوا القوام بقى عامل ازاي. صفيته برضو عشان اتأكد. وشلته في التلاجة شوية، وبعد كده عملت بقى الكمية ديت، وباقة طبعا مني انا، بس كنت مستعجلة ما كملتش العجينة كلها. هبقى اعمل باقي العجينة برضو واصورها لكم، اشوف هنعملها بايه. جايبة طحينة وكاتشب، حطيت بقى الطحينة والكاتشب عليها. طبعا اللي انا عملته قدام الكاميرا ده ما كانوش عايزين ولا طماطم ولا فلفل ولا زيتون، انا عملت بقى حطيت في كريبات طماطم وفلفل وزيتون وشطة، كان سبايسي وجميل قوي. وبعد كده لفيته بقى كده شكل الكريب. الباقي بقى هلفه رول، كان احلى والله من الكريب ده، ما كناش عارفين نمسكه اصلا. الرول بيبقى تعرفي تتحكمي فيه وتعرفي تسويه كويس على الجريل. حطيته بقى على الجريل كده عشان ياخد لونه ويقرمش. ده الرول كان جميل قوي. وده كان روتين يومي النهارده. استنوني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله.